رشة واحدة فقط، وستشكرينني عنها طيلة حياتك. الوصفة التي وردتها عن جدتي وصفة رهيبة رائعة معجزة، تطول الشعر، ترطبه، وتعطي لمعانا خياليا، بديل الكيراتين الطبيعي بمكونات بسيطة طبيعية 100%، ستجعلك ذات شعر رائع جدا جدا. وكل من يشاهدك سيقول أو سيسألك عن سر لمعان شعرك وعن سر جمال شعرك، وهذا كله سيجعلك أو سيجعلك تستغنين تماما عن الششوار وعن مصففات الشعر وعن الكوافور. كما تلاحظون الفيديو يتحدث عن نفسه. ابنتي تقوم بمساج، لأن هذه الوصفة كنقوم بها وضعها على فروة أو على الشعر، ثم نقوم بفرك فروة الرأس حتى نتأكد من أن ذلك المحلول أو تلك الرشة قد وصلت جميع أنحاء فروة الرأس. كما قلت لكم الفيديو يتحدث عن نفسه، لمعان رهيب جدا، لا داعي للكلمات، فكل شيء واضح وجلي أمام أعينكم. لمعان رهيب، لون طبيعي، رطوبة خيالية، وبمكونات جد بسيطة وموجودة بكل بيت. على بركة الله لنعرض المكونات. أول شيء سنحتاج في هذا الإناء إلى هذا المكون الرهيب في الشعر، وهو مكون إكليل الجبل، وما يسمونه بالدارجة المغربية اليزير. بعد أن وضعنا قبصة من، ثم المكون الآخر وهو أوراق الزيتون التي أيضا لها نتيجة رهيبة جدا في الشعر. ثم عروسة هذه الوصفة وهي عشبة مريم الرهيبة في الشعر، وهي يعني المكون الأساسي في هذه الوصفة ورئيسة هذه الوصفة. بعد أن وضعنا المكونات في إناء، غادي نقوم بإضافة على هذه المكونات ماء فاتر، ماء نقي نظيف فوق تلك المكونات بهذا الشكل. ثم سنقوم بوضع هذه المكونات مع الماء فوق نار مهيلة. بدأ ذلك الماء يغلي كما تلاحظون. سبحان الله، هذه العشبة أو عشبة كف مريم بعد أن نضعها في الماء الساخن بعد لحظات تبدأ تتفتح كالوردة سبحان الله. وكما قلت لكم وركز جيدا على هذه العشبة، عشبة مريم، لأنها هي كل شيء في هذه الوصفة، إن غابت غاب كل شيء. بدأ يغلي ذلك المحلول، وكما تلاحظون أن اللون بدأ يظهر، وهذا اللون هو اللي غادي يصبغ إن شاء الله في شعرك كما هو لون ابنتي. تلاحظون أن المكونات أو المحلول بدأ يغلي ويغلي بشدة.
كما تلاحظون أن عشبة كف مريم بدأت تتفتح سبحان الله كالوردة. ما بقاتش يعني مجموعة كيف قبل أن نوقد النار فوق أو تحتها، فسبحان الله بدأت تتفتح. سأريكم الآن كيف أصبح شكلها بعد أن أطفأت عن النار. تلاحظون أن المحلول أصبح لونه بني. كما قلت لكم تفتحت تلك العشبة التي كانت مقفولة كالوردة. ثم بعد ذلك سنحتاج إلى القطن الذي نزيل به المكياج. يعني ممكن أننا نستعمل هذه الوصفة بطريقة القطن، وأيضا يمكنكم استعمالها أو استخدامها عن طريق الطريقة الأولى التي شاهدتموها معي في هذا الفيديو، عن طريق الرشة أو بخار نرش هذا المحلول فوق الشعر، ثم ندلك جيدا فروة الرأس. هذه العشبة رهيبة، مع الأسف الشديد منسية، لكن معجزة في الشعر وأيضا حتى في البشرة. رهيبة جدا جدا جدا. أنا لا تخطيني أبدا من منزلي، دائما موجودة عندي وبكثرة وبكمية وفيرة، لأنني دائما أستخدمها، لأنها تعطي نتائج رهيبة. أقل ما يقال عنها أنها معجزة بكل ما تحمله الكلمة من معنى. أذكركم أنه إذا كنتم تعانون من القشرة يمكنكم إضافة خل التفاح على هذا المحلول لتكتمل الوصفة، فتصبح تعطينا النتيجة 4 في 1. تطول، ترطب، تلمع، وتقضي على القشرة. 4 فوائد أو 4 نتائج في محلول واحد فقط، وبمكونات جد بسيطة. هذه الوصفة لن تحتاجي فيها أبدا إلى النقود، اقتصادية 100%، بل مجانية، ونتائجها رهيبة وغالية. أتمنى أن تعجبكم هذه الوصفة الرهيبة، والتي شاهدتم النتيجة بأم أعينكم أمامكم بالدليل والبرهان. رأيتم النتيجة الرهيبة التي منحتها هذه الوصفة أو هذا المحلول لشعري. كما كتلاحظوا كيف تكون شكل عشبة مريم قبل أن يصلها الحرارة، وقبل أن توضع في المحلول سبحان الله تتفتح كالشكل الآتي. سبحان من خلق هذه العشبة لتكون معجزة في الشعر. فعموما أتمنى أن تعجبكم هذه الوصفة الرهيبة. سأريكم كيف أستعملها على شعر ابنتي، لذلك إذا كنتم تهتمون شاهدوا المزيد من هذا الفيديو. سأريكم كيف هي الطريقة الصحيحة لاستعمال جميع محلولات الشعر، خصوصا هذا المحلول الذي صنعته بيدي وبمكونات ورأيتموها سهلة في متناول الجميع، موجودة في كل بيت، رخيصة الثمن لكنها غالية النتيجة وغالية المفعول. أنا وضعت هذا المحلول في هذه أو في هذه القنينة الكبيرة، وضعت فيها المحلول مع تلك الأعشاب، لكن البخاخ اكتفيته فقط بالمحلول، وتعطي كمية وفيرة ستكفيك لمدة طويلة.
وهذا اللون اللي ترونه مع الاستخدام الدائم أو المستمر يعطي نفس اللون على الشعر، وهذا هو الاستعمال الصحيح. أقوم بوضعها في فروة الرأس، ثم أدلك الفروة لتتوغل ليتوغل هذا المحلول بهذه الطريقة. وشعر ابنتي ما شاء الله أصبح طويل بفضل هذه الوصفة الرهيبة التي شاركتها معكم بالمجان في هذا الفيديو. آراءكم تهمني في التعليقات، عبروا كيفما شئتم. أتمنى أن الوصفة تعجبكم وأن تكون في متناولكم طبعا، مع العلم أنها هي في متناول الجميع، وتلاحظون النتيجة الرهيبة أمام أعينكم بالدليل والبرهان. شكرا لكم، مع أطيب التحيات، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.